بركاته خرج علينا زعيم الانقلاب قائد الدعم السريع القائد حميدتي قائد الدعم السريع في السودان. السودان زي ما احنا عارفين بقالها سنة بتتدمر، بيغتصب نسائها، بينهك كل مواردها، بتتدمر البنية التحتية. شفنا السودانيين اخواتنا واصدقائنا الكرام واهالينا في العروبة وفي الدم وفي العرق، ولا ننسى ولا نغفل ان مصر في عصورها بالكامل كانت مصر والسودان منذ فترة ليست البعيدة. ما بيننا وما بين السودان مزيج من الدم المصري ومية النيل اللي روتنا وخلت دمنا قريب من بعض. السودانيين في مصر هم أصحاب البلد بصراحة، يعني عددهم لا يقل عن 20 مليون مواطن سوداني مشردين من بلادهم، جايين هم أصحاب بلد عندنا، بس محدش بيسيب وطنه بخاطره يعني. تحية ليهم جميعا يعني عن المعاناة اللي شافوها خلال السنة اللي فاتت. كل ده وطالع علينا حميدتي بيهاجم الجيش المصري وبيقول ان الجيش المصري بيضربهم بالطيران وان احنا بندعم القوات اللي هو بيقول عليها منقلبة يعني. قوات حميدتي اغتصبت نساء السودان، ودي بشهادة من الجميع. وفي كلام كتير قوي نقدر نقوله في المواضيع دي، ولكن هو الرد دلوقتي على حميدتي قائد الانقلاب وقائد قوات الخراب السريع مش الدعم السريع. كفاية، كفاية عمالة، وكفاية حرب بالوكالة، وكفاية تدمير في وطنك يعني. ما اعتقدش ان السودانيين اللي مشردين في كل دول العالم دول خارقين بخاطرهم او سايبين ديارهم وبيوتهم وذكرياتهم وحياتهم واراضيهم وكل ما يملكوا عشان خاطر عيون سيادتك. أظن إن رسائل كتير نقدر نقولها كجيش مصر وكدولة مصر مع قطعة وجزء من قلبنا هي السودان. كلامك كله هراء، ولكن لو في حتى جزء من الحقيقة فالجزء ده من حقنا إن احنا نعمله. تحياتي للشعب السوداني وتحياتي لكل سوداني على شبر مصر. دي بلدكم وانتوا على راسنا، وعرقنا واحد ودمنا واحد وميتنا واحد. السلام عليكم.